هذا وقد حصلت الجزيرة على صور لاستيلاء الثوار في مدينة البيضاء شرق ليبيا على آليات وأسلحة وقذائف صاروخية للجيش الليبي، يقول عنها الثوار إنها أسلحة كيماوية لا ينبغي خزنها إلا في مناطق خاصة. ها هي الآليات، ها هي آليات النظام المتهالك. الآن أنا أنسحب، أترك الثروة للشباب، شباب المستقبل. نحن متجهون إلى سرت ثم طرابلس ثم الزاوية. نحن إلى طرابلس. العالم على ديمقراطية معمر القذافي. هذه القذائف مزودة برؤوس كيماوية محدودة قادرة على خلق الأورام والأمراض والعاهات والتشويهات لدى الأطفال والنساء. هذه ليبيا الغد الذي وعدنا بها، لم يوعدنا بشيء إلا بالموت. استطعنا الاستيلاء على سلاحه واستطعنا النصر، وليعلموا أن المنطقة الشرقية بالكامل سقطت. ليعلم العالم أن في استراتيجية الدول العسكرية تودع هذه الذخائر والأسلحة في مخازن خارج المدن، بعيدا عن الأهالي، بعيدا عن مصادر المياه، بعيدا عن التجمعات السكانية. هذه موجودة داخل مدينتنا، توجهت إلى صدورنا. هذه هي الثروة، هذه هي السلطة.